السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول تعليق من يانيك فريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب. قال البلجيكي فريرا المدير الفني للزمالك أنه محبط بسبب نتيجة التعادل مع المقاولون العرب في مباراة اليوم في مسابقة الدوري العام المصري. الم... وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كي نفوز بمباريات مغلقة مثل لقاء اليوم يجب أن تكون أكثر فاعلية في السلسلة الهجومي. واجهنا صعوبة في مباراة اليوم في ظل مواجهة منافس يعتمد على التكتل الدفاعي، وكنا نحتاج لإظهار جودتنا، ولكن حالة الملعب لم تساعدنا. وواصل: كي يسيطر اللاعبين على الكرة نحتاج لمس الكرة 3 مرات على أرضية هذا الملعب، وهذه ليست حجة للفريق بعد التعادل في مباراة اليوم. وتابع فيريرا: ناصر ماهر لاعب لديه جودة كبيرة ونسعى للاستفادة منه بشكل أكبر في الفترة المقبلة. وأضاف: ملعب المباراة من مساعد الزمالك في الظهور بأفضل صورة، ودفعت بمهاجم ثاني في الدقائق الأخيرة لأن أرضية الملعب ما بتساعدنا على اللعب بطريقتنا المعتادة والاستحواذ على الكرة. واختتم فيريرا: سنحاول التحسن في الفترة المقبلة، وحاولنا بذل أقصى جهد للفوز في لقاء اليوم، وكانت لدينا الدوافع والرغبة لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، ولكن لم نتمكن من تسجيل أي هدف يمنحنا 3 نقاط. وتعادل نادي الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة. وتبادل الفريقين إهدار الفرص خلال الشوط الأول دون الوصول للشباك، ووسط هتافات قوية لجماهير الزمالك التي حافظت بقوة للمباراة. بعدما حاول الزمالك عن طريق عدي الدباغ وناصر الماهر خطف هدف أول دون جدوى، فيما تلقى عبد الله السعيد بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول. واستمرت المحاولات للزمالك في الشوط الثاني بعدما دفع فيريرا بكل من إخوان الفينا وعمرو ناصر وناصر منسي من أجل محاولة التسجيل، ولكنه اصطدم بدفاع المقاولون العرب الذي خرج بشباكه نظيفة رفقة الحارس محمود أبو السعود. وشهد اللقاء حضور محمود عبد الرازق شيبة قائد الزمالك المعتزل من المدرجات لمساندة الفارس الأبيض. الزمالك بهذا التعادل رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع المقاولون رصيده إلى نقطة واحدة. مشاهدة طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.